السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حلوان محمد من شتوتغارت، ألمانيا. اليوم الموضوع ديالنا هو واحد، أنا مش شحال هادي خبرت من اليوتيوب، ولكن بغينا نلحقوا هاد الرسالة للناس اللي أكثرية بحال كيظلموا ألمانيا، تيقول لك الشرطة ديالهم عنصرية. هادشي أخوتي ما كاينش. غنوريكم الحقيقة. غنشوفوا هاد الفيديو هادو ديال هاد الشرطة اللي حيدت طفل من مهاجر لاجئ سوري. المهم هما كاع جميع اللاجئين هنا في ألمانيا نهار كيحيدوا طفل لشي عائلة كتكون واحد المشكل. أنا غنقول لكم المشكل. شوفوا معنا هاد الفيديو وغنرجعو معكم إن شاء الله. بس ليش تفضل هاي بنت Können Sie eben Socken für den Kleinen holen? شفتوا معنا الفيديو. الشرطة حيدت الطفل. علاش؟ خصكم تعطيونا السؤال علاش. بأن الناس اللاجئين منهم العرب ومنهم الأفارقة والأفغان والسوريين والدول الناس البلد ديالهم فيها الحرب في جميع العالم كيجيو هنا كيعطيوهم اللجوء وكيعطيوهم سكن مجانا، وتعطيوهم واحد الراتب تقريبا 90,000 ريال في الشهر. كانت 80 ولا دابا 90,000 ريال، زادوهم 50 اورو في 2023. هاد الناس هادو وكياخدوا على الاطفال. انا نقول لكم شحال كياخدوا. ملي كتكون الطفل كيتولد صغير كاين 200 اورو، زادوهم 50 ولات 250 اورو، 50,000 ريال. حنا نهضروا بالمغربيه. الناس اللي كيتبعونا من المغرب، الناس باش ما يقولوش راه هاد الناس كيتعداو داكشي. كيعطيو للطفل 50. ملي تيكبر الطفل ديك 12 عام، تيقول له 10 سنين 12 عام، كتولي دابا ولات 380 حتى 400 اورو. من 76,000 ريال، بين 70,000 ريال 80,000 ريال. الطفل الواحد كاين اللي عنده 5، كاين اللي عنده 4. اش هاد الناس كيديروا؟ هاد الناس، هاد الدول العالم الثالث، هاد الناس اللي ما عندهم ما عندهم، ما نقول لكم، ما بغوش يتفهموا ليا، وما عندهم حتى شي حاجه. لا الانسانيه على الاطفال ولادهم اللي يتهلاو في ولادهم. لو تصور نعطيكم دابا نديرو حنا هذاك الشيء بالستيلو. هنا تيجي لاجئ هنا كيجي معاه 2 دراري ولا 3، عرفت؟ كيعطيوهم تقريبا في الدراري كتوصل لهم شي 700 اورو الدراري بثلاثه، وهما كياخدو 800. هي شحال اخوتي؟ هي 1500 اورو، مليون ونص. وما كيخلص لك راه كيعطيهم واحد البونيس باش كيمشيو لواحد المحلات كياخدو الاكل بواحد المواد الغذائيه بواحد الثمن رخيص بزاف كتعطيهم الدوله. والتعليم ديال الاطفال مجانا، والطب مجانا. ها باش كيعرفوهم الشرطه ما كيتهلاوش ولادهم. نعطيوكم، ها حنا غنديروا الستيلو الخشيبات والستيلو بالورقه باش تعرفوا ديروا معايا الستيلو قيدوا. اول حاجه المدرسه فاش كيمشي الطفل للمدرسه، ولاد هذوك اللاجئين كيعرفوا الطفل مضروب من هنا ولا مقيوس، كتبان فيه علامه ديال بان الطفل ما مهليش، ولا كتفيه غير ضربوا باه ولا بو. كتعرف حنا العرب كنضربوا، كنجيو نضربوا في اي بلاصه. كيعيطوا الشرطه كيعطيهم الادريسه ديال الطفل، كيمشيو للدار اللي تيعيش فيها الطفل، كيجيبوه كيستدعيوه. كتجي عندنا الشرطه كيستدعيوه شنو من هذا الطفل، فين تيعيش ولا فين تيعيش. كيجيو يقلبوا. اول ثاني شكون اللي المشكل اللي تيفرشهم كاع هو الطبيب. لان ملي كتجي لالمانيا، المانيا فرق بين الدول الاخرى الاوروبيه. المانيا
فاش كتكون انت مجوج ولا عندك عائله كدير طبيب العائله. اما طبيب كيتكلم كاين طبيب عربي بحال ما كتعرفش مثلا المانيا، ما كتعرف مثلا كيجي بحال الاوكران دابا كيعطيوهم اطباء رواسه اوكران اللي كيهضروا باللغه الروسيه. كاين طبيب مثلا جاي من ايطاليا هنايا جاب بغا كيعطيوه طبيب ايطالي ديال العائله. ما كنتي عربي كيعطيوك طبيب عربي. كاين اليمني كان المصري كان المغاربه كتولي الطبيب ديال العائله، ولكن الطبيب تيكون محلف تيكون واعر، ما كاينش هذاك الشيء ديال الرشوه ولا الهضره، لان كيعيش في هذه البلاد خصو يطبق القوانين ديالها. اول حاجه الطبيب كيصيفط لك كل 3 شهور 4 شهور رساله كيقول لك جيب لي الاولاد نشوفهم، لا عندك 2 ولا 3 كتجيبهم. الطبيب ملي كيدير لهم تيعرف واش كتوكل الدراري كما تيكونوا ولاد الالمان اللي كيعطيوك هما الفلوس. هما الدوله كتوصي الاطباء وتتوصي كيقول لك شي حاجه عيطوا لنا ولا في المدرسه على حسب اللاجئين. اما الالمان كيتهلاو في ولادهم، هادو النصارى كاع كيتهلاو في ولادهم. حنا العرب خصنا نجمعوا الفلوس ونوكلوا الولد واحد الوجبه اللي ماشي ديال الطفل. الطفل راه عنده وجبات ديالو، بان عنده 4 سنين ولا عامين ولا 7 سنين عنده وجبات ديالو اللي صحيه فيها لي فيتامين بروتين باش الدري كيطلع مزيان. هما كيعطيوك اصاحبي داك الثمن، تيعطيوك 300 اورو ولا 70 ولا بين 50,000 ريال حتى 80,000 ريال. عرفتي اللي تما راه الناس في المغرب عايشه بها عائله كيعطيو طفل واحد. اما الا كانوا عندك 3 و 4 ولا عندك 4 راه توصل ل 1000 وشي حاجه، مليون وشي حاجه. وانت ها انت تيعطيو تيخلصوا لك الكرا السوسيال، كتخلص لك السكن، الدوله كتخلص لك لاسورانس، كتخلص لك الطبيب مجانا، الدوله التعليم في المانيا مجانا. كيفاش هاد الناس ما عندهم لا اخلاق لا ترابي لا كانوا مسلمين، ما عندهم لا اسلام لا والو. كيعطيو الطفل كيجيبوا الطفل مثلا الدكتور كيشوف الطفل بان راه ما مهليش كيعيط تيستدعي البوليس، كيصيفط رساله للبوليس بان هاد السيد راه الدري هذا كيمشيو تما باش كيقلعوه لك. واخا تكون كيما كنتي يحيدوا لك يعطيوه العائله اللي غتهلا فيه. اللاجئين الدول العالم الثالث فقيره والسلام ما كيجمعوا الفلوس، يجمعوا الفلوس باش يديو لبلاداتهم، بلاداتهم فيها الحروب وفيها القتيله، ويمشيو يديو الفلوس لبلاداتهم ويخليو الاطفال اللي كيعيشوا هنا في المانيا اللي كتعطيهم المانيا كتعاونهم ما كيطلعوش الاطفال ديالهم. هذه الحياه. الاوكران لا، الاوكران لا، الاوكران تيتهلاو في ولادهم لان هذوك دوله اوروبيه. واخا دوله ماشي لاباس عليها ما عندها هذه، ولكن كيتهلاو في الولاد. انا شفتهم كيتهلاو في الولاد ديالهم اقسم بالله العظيم. اوكران ما غيلقاوش معاهم مشاكل في هذا الشيء. الولد تيشعل الاوكراني كتلقاه تيشعل يا صاحبي، حتى عنده 5 سنين 7 سنين كيشعل تيبري. انا اقسم بالله العظيم جاي ولقيت ولد بوحدو بين عربي صغير عنده شي 8 سنين. دابا هذاك تلقاه الشرطه ولا تلقاه شي المانيه تيدور تما بوحدو، غتعيط للشرطه غيجيو غيحيدوه للعائله. هادشي علاش الناس باش ما يقولوش المانيا راه كتحيد الاطفال للدنمارك ولا السويد. ها علاش؟ واش صاحبي بنادم كياخذ الفلوس زباله ديال الفلوس وما يشريش، ما يمشيش يشري الولد يتهلا في الولد ديالو. وهذوك الفلوس اللي تيعطيوك هذيك راه غير النص ديالهم راه تهلا في الولد. شتي راه 40,000 ريال ولا تطرد، خلي لك انت هذيك 20,000 ريال ولا هادي، غير داك 40,000 الولد راه تشري ليه كلشي يا صاحبي. ما بقاوش انسان يبقى يهضر بقى الالمان فيهم العنصريه. لا راه هذا الشيء هذا هو الجواب اللي بغيت نعطيكم. هذا الفيديو درتو لكم انا غبرت على اليوتيوب لان ما كاينش شي جديد اللي غنديرو ان شاء الله. كعاده نديرو الجديد ان شاء الله. كتعيش الشهوات في وقت الشتاء فصل الشتاء. الصيف عاوتاني نخرجوا شويه هنا وندير لكم فيديو. وتبارك الله عليكم وديديكاسو بارطاجيو هذا الفيديو لان هاد الناس هادو باش ما ياخذوش معلومات خايبه على المانيا وشافوا داك الفيديو تنشر في العالم في المواقع الاجتماعيه على الشرطه كتحيد. علاش كيحيدوا لهم؟ لان الدري كيكون ناقص الغذائي ناقص فيتامين كيعرفوه. اما كضربوا امه وباه الابوين خصهم كيعطيوه الماكله عاديه ديال الناس كبار بحال الخبز واتاي مثلا يديروا ليه اتاي في الخبز ولا اليوغورت في الخبز. هادشي اللي غيعطيوه. ما غيعطيوش لي فيتامين اللي هما راه هنا راه الدري خصو لي فيتامين. راه كيتباعوا هنا لي فيتامين رخاص، كيتباعوا سيروات رخاص باش الدري كيولي بخير ماكله صحيه ديال الطفل. راه خطر الدول العالم الثالث الله وحق الله العظيم الا خطر. راه والو يا خويا راه والو. باش نقول لكم الدول الفقيره ما عندهم حتى شي حاجه، الراس ديالهم فيهم الحجر. وتبارك الله عليكم وديديكاس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.